السلام عليكم جيش ابو القاسم يما في ديت قديش تلاقيه. طبعا يا جماعه لا تركزون بالشكل طالع كان يبيض على هالطربوش بس الجو بارد. حطوا لنا لايك واشتركوا بالقناه فضلا وليس امرا. قبل ما نبدي الاشتراك اهم شيء يا جماعه. اليوم عم توصلني تعليقات كثير حلوه منكم على الفيديوهات الماضيه وبنفس الوقت رسائل على الانستغرام. حمودي انت كلش مبدع وشكرا انك رجعت على اليوتيوب واعطينا رده فعلك بقمر الطائي، صارت كلش كبيره وصارت ممثله مبدعه. اوكي يا جماعه، يعني قمر الطائي بدها تصير ممثله او تمثيلها حلو. حطوا لنا لايك وخلونا نبلش ونشوف فيديوهاتها. قبل ما نبلش دائما وبدايه كل فيديو ندعي لاهلنا في فلسطين، الله يشفي جرحى ويرحم شهدائهم يا رب وينصرهم. حاليا اقول لكم ليتس جو. اوكي يا جماعه شوفوا، هحكي لك حزني بس بطريقة تضحك شوية. صوت زعلي لو عالي هيصحي وجع قلبي من تاني. ذكريات وعيون بتدمع بالساعات. هوب يا جماعه، هي طبعا عم تبغى الصوت كانه هي عن جد. شفتوا الحركات، الرياكشن، لغه الجسد، العيون المدمعه، رياكشن يعني انفعالها. لا والله صار مبدعه. ايش قد صار عمرها قمر الطاية يا جماعه؟ انا اتذكر من زمان قلت لي عمرها 15. ايش قد صار لي ماني مسوي رياكشن؟ يا ربي صرت كبير اني. للناس اللي تسالني ليش لهجتك هيك، انا سوري بالعشاير وهيك لهجتي قريبه لهجتكم، يعني فديتكم لو عند بيتكم. والله على هذا المقطع هذا اعطيها 10 من 10، مبدعه، خاصه الرياكشن اللي سوته مع الكلمات جدا رائعه. خلونا نشوف باقي الفيديوهات. بتزوج ريال ينسيني اني ريال. ليش انت حاسه نفسك انك ريال؟ ايه انا شايفه نفسي ريال. طبعا يا جماعه هاي لحدها شايفها قبل الحلقه مره الطائي. مين يا اخي صايبني زهايمر حمود ايش بيك يابا؟ طبعا هي عم تقول انها بدها تتزوج رجال ينسيها رجال. طبعا هي طبعا مزح تتشاغى. بس يا جماعه والله ما شاء الله، يا اما اني كبرت يا ما اعرف، ما ادري ايش صاير بالحياه. خلونا نشوف باقي المقاطع. انت مش شايفني؟ ده مش شكلي. كل يوم اقعد ساعه قدام المرايه علشان لازم اقعد اقصي التعب اللي في وشي. يا حمارة. لا مبدع والله مبدع يا جماعه. شوفوا، اهم شيء بالتمثيل او اهم شيء انك انت عم تقلد اغنيه او عم تمثل شخصيه او عم تمثل دور، هو الرياكشن تبع العيون تبع الحركات. حزين مكتئب، فهمتم علي؟ هي مطبقتها يعني والله العظيم مبدعه بصراحه. خلونا نكون واقعيين، لغه الجسد عندها والرياكشن اللي عم تعطيه مع الاغنيه والكلمات والموسيقى وانفعالها بالدور اللي عم تعيشه، سواء حزين او سواء انها عم تشكي الحبيبه انه انت ليش خنتني او ليش، فهمتم علي؟ لا والله مبدعه. دموع العيون، لا يعني بتخليك تعيش الجو بصراحه. اول مقطع قيمناه 10 من 10، وثاني مقطع تمثيلي ليها اقيمه 10 من 10. وانا انصحها القمر الطائي انها تقدم على التمثيل. طبعا هي صغيره حاليا، ما ادري ايش صار عمرها. انا اتذكر قلت لي قبل 15 سنه، صار لي سنتين قاطع، يمكن صار عمرها 17 ما ادري. انصحها نصيحه القمر، عيني قدمي على تمثيل. والله انت بعدك صغيره شوي يعني من هنا عمرك 20 سنه او 21 سنه، او انت اذا عندك قناه على اليوتيوب كبيره انت صيري سوي مسلسلات وبلا كل هالشرك هاي اللي عم تقدم مسلسلات. والله العظيم تمثيلها كلش حلو، مع انه هي عم تقلد اصوات، لو تسويه بصوتها لسه يطلع احسن. بس 10 من 10. خلينا نشوف باقي المقاطع. انا بقى بحبك ومش عارفه اخرجه من دماغي ولا اتخيل نفسي مع راجل غيرك. ماشي اتفضل بقى، اتفضل علمني ازاي انساك. اليوم اللي شفتك فيه ازيك، انا هنساك. شهر. انا يا جماعه انا ما احب ادخل بقلوب الناس انه بعد ظني اثم، بس اللي لاحظته انه قمر مو تمثيل، صح لو لا؟ يا اخي شلون طالع شكلي؟ انسوا. المهم ركزتوا بعيونها، عيونها حزن حقيقي مو تمثيل. يعني كانه هي داخله قصه حب او انها تحب حدا، انه ما ادري. انا اقول لكم دائما ما احب ادخل بقلوب الناس انه بعد ظني اثم. نحن حاليا عم نركز على التمثيل وتقييمي لتمثيلها 10 من 10. ارجع واقول لكم ما شاء الله الرياكشن عندها تمام، مع تمثيلها للشخصيه اللي عم تقلدها، مع الميوزك تمام، لغه الجسد، حركاتها، يعني تحسسك انه هي عن جد اللي عم تحكي وهي عن جد عايشه الدور. تمثيلها جدا حلو والله. وعلى فكره ما حدا ينجح باي لقطه تمثيل او اي دور تمثيل الا يكون عايش هذا الدور حقيقه.
فعلى ما اظن انه قمر داخله قصه حب او حابه شخص ومن كسره لحتى عم تنجح بهاي الادوار اللي هي دور انه هي انظلمت. توافقوني بالراي لو لا؟ اكتبوا لي بالتعليقات. تحياتي القمر الطائي وجمهورها، انا هذا تقييم الشخصي ورايي الشخصي، ما تقول ايش دخلك وانت مين اوكي، نحن عم نقيم ونحن الشخصي، انا امثل حالي بس. تحياتي. خلينا نشوف باقي المقاطع. هاي قمر الطائي بدون مكياج. بونجور. بونجور. زمان عني صح؟ وباي ذا واي قصيت شعري اذا ما تعرفون. اخر مره سويت جيت ريدي وذ مي كان قبل شهرين وكلكم تطالبون بجيت ريدي وذ مي، فجيت ريدي وذ مي طبعا ما بدي تمثيل. لايف. قمر يابا خلي اثنين بشعري بس ضيعت الثانيه فدبروا روحكم. انا شعري بمكياج. عندي ترى انت حلوه بدون مكياج. فاونديشن. مين سمع اغنيتي مكياج وبدون مكياج من سنتين؟ غابت عن السوشيال ميديا. قمر انا ما راح اكمل لانه هذا الشيء يخص البنات. طبعا نحط التليفون على جنب. تمام. هذا الفيديو اخر فيديو. يمكن فكرتوا تمثيل، طلع فيديو بعثيريات عم تحط مكياج، شيء يخص الصبايا. تمام. حنا رجال والرجاجيل، خلص ما بداعي نقعد نضرب شعر الحز. نحن بهذا الفيديو قلنا ان نقيم تمثيل قمر الطائي، ما شاء الله بعمرها هذا. وارجع اقول لكم ان بعض ظني اثم، انا ما احب اقول لكم هي حابه او داخله قصه حب ومن خانه، لا، لكن يقول لك ما حدا ينجح بالدور اللي يمثله او اللي يعيشه الا يكون هو فايت بهاي التجربه او خايض هيك نوع من التجارب. تمام. فما ادري اذا قلبها مكسور الله يجبر قلبها. رايي ليها مثل ما قلت لكم بالبدايه، اتمنى لها التوفيق اولا. ثانيا 10 من 10، قيمنا لها فيديوهاتها، تمثيلها، ادائها للدور، ادائها للمشهد اللي قاعده تسويه جدا رائع. تمام. وبنفس الوقت عم تعيشك اللحظه كانه صوتها، كانه هي مره بالحاله اللي قاعده تقلدها، كانه هي عايشه القصه اللي قاعده تقلدها، سواء مقطع الصوت كان من مسلسل او من فيلم او شيء ما ادري. المهم رسالتي ليها مثل ما قلنا لكم بدايه الفيديو، اتمنى لها انه تقدم على معهد تمثيلي، والافضل انه هي لحالها تختار كذا شخصيه تمام تمثيليه معاهم، وتسوي مسلسل قصير لمده 10 دقائق 11 دقيقه، وهذا المسلسل تطلب من متابعينها تصويت او تقدم هذا المسلسل على مثلا معهد فنون او مثلا شركه انتاج افلام عالميه، افلام مثلا مسلسلات، مثلا هذول اللي عم يطلع الحز يسمونهن شلون، ما ادري شلون يقولوها بالاجنبي، ما ادري، انا ما احب اتابعهم، ولكن انه قصه خياليه تمثلها هي وكذا شخص. تمام. وتطلب من المتابعين ان يرفعون هذا الفيديو ويتبنوها حدا من الشركات العالميه، يعرضون هذا الفيلم على فئه كبيره من الناس، وصدقوني راح تنجح. انا متاكد راح تنجح، لانه مجرد مقطع قصير عايشه الدور مليون بالمية، يعني عايشه الدور انا متاكد اكثر من الشخصيه صاحبه الصوت الاصلي. تحياتي القمر الطائي. انا ارجع واقول لكم رايي يمثلني انا فقط. ايش بيكم؟ تابعوني الانستغرام موجود بالوصف، التيك توك موجود بالوصف، لايكات، شارك لصديقك، شارك لصديقتك، شارك لصديقتك، شارك لصديقك. الذكر للذكر والانثى للانثى، ما عندنا نحن انثى وذكر اصدقاء. عيب لك. السلام عليكم.